ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، ويلا بينا على اول فيديو. هو انت كده ايوه انا كده الله يخليكي، الله يبارك لك، والله انتوا اهل الكرم كله. اللي جابك هنا صحيح؟ انت مستعجل طبعا. الله يبارك لك، الله يبارك لك، والله عايزه ترحب بيه ووريله كرم الضيافه بتاع اهل الشرقيه. خد دي يعني ده ايه؟ دي حاجه بسيطه كده. ده ايه؟ الله يخليكي. انا اللي معايا والله كان نفسي اعمل حاجه تانية، بس انا معيش حاجه تانية. كان نفسي اقدم اي حاجه. والله ربنا يخليكي. لا ده الشامبو بتاعي والله بتديني الشامبو بتاعها. والله العظيم ده هديه غريبه وجميله. اما تقولوا معيش يعني، ده اللي معايا والله، يعني كان نفسي بحاجه تانية. حبيت توريله كرم الشراء وبس، فعشان كده اديت له اللي كان في ايديها، لكن لو كان معاها حاجه تانية كانت اديتها له. شامبو. ربنا يخليكي، والله انتوا اهل كرم دايما. هي هديه غريبه فعلا، بس يعني هي اي حاجه، المهم ان هي تعرف تقدم له حاجه كنوع من انواع الكرم، فيعني حاجه جميله قوي منها بصراحه. جبت لكم الحل اللي مش هيخلي الكلاب تجري وراك تاني. يا خرابي يا خرابي، فكرة حلوة وحبيتها، عشان الكلاب دول كلاب قوي. الكلاب اللي في الشارع كلاب قوي، يعني بيخوفوني، لما خصوصا لما يبقوا مجموعة كده وتيجي كده على الساعة 9 كده ولا حاجة، تبقى الدنيا في شارع هادي كده، هو تلاقي مجموعة من الكلاب قطيع كده بيجري وراك وانت مش عارف تروح فين. لا حبيت انا الاختراع ده، حبيته بصراحة. انا كنت في نادي بالم هيلز بتغدى مع واحد زميلي ساكن هناك، فاكتشفت ان البول بتاع النادي ما بينزلش محجبات حتى الاونر، حتى الاونرز او ابارتمنت او واتس ايفر في كومباوند المفروض انه محترم زي بالم هيلز. اكتشف انه البول انا كمحجبه ما اقدرش انزله، لانه لا ما بينزلش محجبات حتى لو اونر. فايه العبث ده؟ احنا فين؟ انا في دوله عربيه اسلاميه. في بقى بنت قالت يا حلاوه، ايه ده حتى بره مصر ما بيعملوهاش. حاجات كارثيه. قالت هي شغاله في الريل استيت، قالت ان احنا في ناس بتيجي عشان تشتري يونتس عندنا في كذا مشروع في الساحل، لما بنعرف مثلا ان الاونر مراته محجبه، يعني لما بنلاقي ما بنبيعش المحجبات من الاخر. هم عاملين كوميونتي ما شاء الله، القريه او الكومباوند اللي في الساحل ده ما يخشوش محجبات، وما تعلى اكتر، كل ما تعلى اكتر ما يتملكش فيه محجبات. انتوا مستوعبين؟ حاجه تانية بقى قالتها، دي بقى اللي كانت فاجعه. قالت ان احنا لو لقينا في الاي دي او اللي هي البطاقه الشخصيه مكتوب مثلا ان مكان السكن احنا في دوله عربيه مسلمه، واخدين بالكم انتوا؟ محافظه مثلا الشرقيه او القليوبيه او الدقهليه، المنوفيه، اي محافظه بره القاهره والجيزه، احنا بنرفض برضه. فانا عايزه افهم، احنا بقينا بنعنصر على بعض. ايه الطبقيه والقرف؟ فين المسؤولين؟ لا ثانيه بقى، خلينا نبقى فين المسؤولين؟ اكي انتوا من الاقاليم، انتوا فلاحين اتمنى يكون الكلام ده ليه حد الحقيقه. يعني لما كنت بنزل في فندق كان اخرهم ان هو يقول لك البول ده للبكيني، والبول ده لاي حد ممكن ينزل ببوركيني عادي. لكن صراحه ما كانش في حاجه اسمها ما فيش حد ينزل البسين او البحر بمايو شرعي او ببوركيني، ما كانش فيه كده. يعني ستيل لحد السنه اللي فاتت ما كانش فيه كده. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الساحل اللي هو ليفل ممكن اعلى من الفنادق وشاليهات بقى وفلل وحركات. يعني نعم، ايه ده بجد؟ احنا بقينا فين؟ وبس كده يا اخوانا، لو وصلت معانا لحد الدقيقه دي فانت كده تبقى وصلت معايا لنهايه الفيديو. وما تنساش تحط لايك وشير واشتراك في القناه عشان نوصل ل 10,000 مشترك قريب جدا. وبس كده، باي باي.